السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وصحتكم مزيانه، وكنتمنى اللي مريض يا ربي تشافيه، واللي كيتمنى شي حاجه يا ربي تحققها ليه، واللي كيقرا يا ربي تنجحوا، واللي عنده شي هدف يا ربي توصلوا ليه، والله يسهل عليكم كاملين. كنتمنى يا ربي نكون خفيفه على قلوبكم، ويا ربي تعجبكم القصه ديال اليوم وتاخذوها عبره. القصه ديال اليوم غتعطينا واحد درس كبير ديال ان الانسان راه ممكن يخرج منه اي حاجه في لحظه غضب، لذلك ضروري الاعصاب ديالنا في الوقيته ديال الغضب، لحقاش تما فين كتوقع الكارثه. وما نطولش عليكم ونبداو القصه ديالنا. غنبدا القصه ديالنا بلاله فاطمه. لاله فاطمه كانت واحد البنت من واحد العائله كبيره، عائله ناس لاباس عليهم، عندهم اسم ديالهم في المجتمع، حتى هي كانت زوينه بزاف، كانت كتقرا مزيان، ما كانت خاصها حتى شي خير. فاطمه تعرفت على واحد الولد خياط، كانت كتمشي هي ومامها لعندهم كيخيط لهم الجلالب وداكشي، ولكن عجبها بزاف هذاك الولد، وحتى هي كانت كتعجبو بطبيعه الحال، لحقاش فاطمه كما قلت لكم كانت زوينه بزاف. واحد النهار وهو بقى يتابعها، ديك الساعه ما كانوا لا تليفونات لا حتى شي حاجه، بقى تبعها وهي لاحظت بانه راه تبعها، حتى دخلت فاطمه وهو بقى واقف حدا الباب. واحد شويه تعاود تخرج فاطمه، صافي بقى كيهضر هو وياها، قال لها شوفي بصراحه انا كتعجبيني بزاف، وانا ما ناويش معاك شي حاجه اللي هي خايبه ولا ناوي نخندك ونجيبك، انا بصراحه ناوي معاك الحلال، ولكن منين جيت وشفت كيفاش نتوما ناس لاباس عليكم عندكم هاد الفيلا وهادي، وانت عارفاني انا على قد الحال، انا يلا عندنا داك الحانوت ديال الخياطه ديال با، وعندنا دارنا راه ساكنين فيها خوتي، وعندي خويا مزوج ساكن تا هو في الدار، وعندي اختي باقا ما مزوجاش، محال واش يقبلوا بك، محال واش يقبلوا بيا والديك. قالت لي في الصراحه انا فاش كنجي مع ماما في الصراحه كنشوفك وكيعجبني الحال، ولكن عطيني شويه ديال الوقت نهضر مع دارنا. مشات فاطمه هضرت مع امها، قالت لها في الصراحه هذاك الولد الخياط اللي كنمشيو عنده راه دري ظريف ومعقول، وراه في الصراحه فتحني في الموضوع ديال الزواج، وانا قلت ماشي مشكل، لحقاش انا راه تيبان ليا دري داخل سوق راسو، وماشي مهم الا كان ما عندوش، انا اهم حاجه هو انه كيبان ليا راه هو درويش، وانا عاجبني الحال في الصراحه. ماما فاطمه مشات قالت لباها، ايوا باها كاي اب من طبيعه الحال ما قبلش، قال لها ما يمكنش، واش كتخربقي، وهادشي اللي كتقولي راه مستحيل، وشوفي المستوى ديالو هو كيفاش داير، المستوى ديالك نتيا كيفاش، هو الولد ما عنده حتى شي مستوى دراسي، لا مستوى دراسي ولا مستوى مادي، وقال لها كيفاش غادي تسكني مع عائلته، كيفاش بزاف ما يمكنش هذا الموضوع، هذا هو اللي تنسايه. عيات فاطمه ما تحاول مع باها ما بغاش، بقات فاطمه كتخرج مع علي، مره كيخرجوا يتقهواو، مره كيمشيو يدوروا في الحديقه، مره المهم صافي تعلقات به بزاف. واحد النهار مشات عند باها قالت له الله يسهل عليك خليني نتزوج به، هادشي انا لما تزوجت بعلي راه ما غنتزوج مع حتى شي واحد، عطيه فرصه بعدا وتعرف عليه. باها كان رافض رفضا تاما، ولكن فاطمه حطت في راسها الموضوع، مشات عند امها قالت لها شوفي نقول لك واحد الحاجه، انا راه ما باغا نهرب معاه ما حتى شي حاجه، ولكن انا راه باغا نتزوج به، عافاكم ما توقفوش ليا في طريقي، راه انا منو نخلق. صافي فاطمه كما كنقولوا قرنات على علي، صافي عاجبها الولد دوخها، وحتى علي في الصراحه كان كلامه مسؤول، كان كيمشي لعندها ويقول لها الحبيبه ديالي راكي منوره اليوم، يا الزوينه ديالي يا ورده ديالي، راه انت هي حياتي، شتي انا ما تزوجش بيك راه ما عمرني في حياتي ما غادي نتزوج، شتي نتيا راه منين عرفتك راه عاد الحياه ديالي ضويات، عاد حياتي ضوات، راه شتي نتيا من عرفتك راه عاد وليت كنعرف شنو هي الحياه، شتي راه ولات عندي الدنيا، راه ما نقدرش نقول لك كيفاش وليت كنشوف الدنيا، راه وليت كنشوف الدنيا كلها ورود، وفيما كيجي كيجيب ليها ورده، فيما كيجيب ليها شي حاجه اللي هي زوينه على قد امكانياته، المهم دوخها بالهضره. وفي الصراحه هو كان كيبغيها، يعني ماشي كان باغي يتفلى عليها ولا شي حاجه، كان كيبغيها، هو ماشي كان طامع في والديها، صراحه كان كيبغيها هو. ماين فاطمه مشات لعند باها قالت له شوف نقول لك واحد الحاجه، البنت راه هي لاصقه في الولد، والولد لاصق فيها، اجي نجوجوهم قبل ما توقع شي كارثه، راه انا خايفه تمشي تهرب عنده ولا توقع شي حاجه غادي تقوم شوهين، والسمعه ديالنا غادي تضيع ما بين الناس. باين فاطمه قال لها عرفتي اش غديري، ديروا اللي بغيتو، ولكن الا مشات لعندهم للدار راه ما عمرها ما تعاود تجي تعتب عندي هنايا، المهم انا راني غادي نوافق ليها على كل شيء على هاد التزويجه هذه غير باش ما تفضحنيش، ولكن صافي الا مشات عندهم هي ما تعاودش تعقل عليا. فاطمه ما كذبات في عيطه، ما همهاش الهضره ديال باها،
المهم مشاو جمعوا الوراق، مشاو داروا العقد، مشات للدار عند السيد نيشان. ما داروا عرس، ما كبروا بها، ما حتى حاجه، ما عندهمش. هما من الاول قالوا لها رحنا ما عندناش، ما عطاوها صداق، ما كبروا بها، ما حتى شي حاجه. صافي الاب ديال فاطمه حلف عليها قال لها ما عمرك تعاودي تجي تعتبي عليا باب داري. فاطمه سكنت مع الدار ديالهم، فيها مرات خوه، فيها خو ساكن معاهم، وليدات ديالهم، فيها واحد اختو مازال ما مزوجاش، باه امه، المهم روينه في الدار. هما كانوا شادين واحد البيت. صافي فاطمه كتحاول تاقلم مع عائلته، كتحاول دير بلاصتها، هو كيمشي خياط. فاطمه صافي بقات جالسه غير في الدار. واحد النهار فاطمه تحمل، من الحملات بقاو شادين معها الزكاير، مره مرات لوسها، مره اختو، مره امو. صافي فاطمه ما قدرتش على داكشي، مشات عند علي قالت له شوف نقولك واحد الحاجه، انا راه ما قدرتش على هادشي، الله يسهل عليك، الا كري ليا غير شي بيت ولا كري ليا غير اللي كان. قالت لي المهم انا دابا ما نقدرش نعيش مع داركم وانا حامله، وهذه علي ما قدرش يخسر ليها خاطرها من طبيعه الحال كيبغيها وكيخاف عليها، ودابا مابقى عندها هي حتى شي واحد من غيره. مشكره ليها واحد البيت وكوزينه، عاشوا تما في داك البيت وكوزينه مزيانين حتى ولدات ما خاصهم حتى شي خير. واحد النهار فاطمه وهي مشات عند علي قالت له شوف انا في الصراحه كنعرف نصايب داكشي ديال الحلويات وديال المخبوزات، داكشي ديال لي بتي بان وديال الحلوى وبسطيله كانت كتخرج من يديها غير الذهب. فاطمه قالت له علاش لا ما نوصلش الجيران ديالي اللي هنايا، نمشي عند شي مول المخبازه نوصيه ونبقى نصايب ليه الحلوى ونديها لهم ونبيعها ليهم، المهم شويه بشويه نتعاون انا وياك. علي عجبته الفكره، قال لها علاش لا، بالعكس حاجه مزيانه، راكي جالسه في دارك ومقابله ولادك ومقابله دارك وفي نفس الوقت راكي كتدخلي مصروف كتعاوني الدار. داكشي اللي كاين. فاطمه بدات كتخدم، بدات كتعاون عليه، بداو كيشريو شويه، مره كيشريو فريش زويوان، شويه خرجوا من داك الدار ومشاو كراو واحد الدويره شويه كبيره. فاطمه عاودات ولدات عاوتاني بنيه واحده اخرى. صافي الامور شويه بشويه بدات كتحسن، شويه بشويه بدات يوقفوا على رجليهم. ايوا واحد النهار وهي ماين فاطمه عيطات عليها كتبكي، قالت لها راه باك راه مات، اجي دابا. فاطمه مشات كتجري، اويلي على باها مات وما شافتوش، اويلي باها مشى هو غضبان عليها، كيفاش غادي دير تكمل حياتها وباها ما تسامحاتش معاه. المهم فاطمه جاتها صدمه كبيره، لحقاش كان باها كما كتعرفوا كان غضبان عليها وما شافهاش وما شافتوش، ما تودعتش معاه، صافي مات موته ديال الغفله. صافي فاطمه تصدمت بزاف، مشات حضرت الجنازه، خوتها بطبيعه الحال كلهم حاضرين منها العين، حتى واحد ما بغى يشوف فيها. دازت الجنازه، دازت موراها غير شي شويه وعيطوا عليها، قالوا لها حنا بغينا نقسموا الورث. قالت لهم مرحبا. المهم فاطمه جا واحد المبلغ كبير، واحد المبلغ زوين. مشات عند علي قالت له شوف انا دابا عندي هاد الفلوس هادو، علاش ما نشريوش واحد الدار اللي تكون كبيره شويه، الفوقي نفرشوه مزيان ونسكنوا فيه حنا وليداتنا، والسفلي بغيت انا ندير واحد المشروع، نحل واحد الباتيسري كبير نديرو، نبقى ندير داكشي ديال الحلويات، نبقى ندير داكشي اللي كيديروا في الباتيسري، مخبوزات، الخبز، المهم كلشي. علي ما عجبتوش الفكره، قال لها شوفي بغيتي نشريو الدار ماشي مشكل، بالعكس حاجه مزيانه ونتهناو حتى حنا من الكرا، ولكن هذاك الكراج اللي انت غادي ديري باتيسري وتبقاي غادي هامله ولادك والنهار كامل وانت كتحاسبي مع الخدامه والنهار كامل والرجال داخلين خارجين، انا ما نقبلش هذا الشيء. عندي واحد الفكره واحده اخرى الا قبلتي عليها نديروها. وهي تقول لي مرحبا، حتى انا باغا غير الحاجه اللي فيها الفايده ليا ولوليداتنا. قال لها لتحت غادي نمشي نشري مواكن، غادي نمشي نشري السلعه وداك الشيء، وغادي نديرو بحال شكل معمل صغير. قالت له مرحبا، اي حاجه فيها المنفعه لينا ماشي مشكل، سواء انت سواء انا ماشي مشكل. داكشي اللي كاين. مشى عليه شرا المواكن، مشى شرا التوابات، مشى جاب البنات باش كيخدموا، قاد داكشي كلشي نظامي مزيان، بقى خدام. هو في الصراحه عليه كان كابابل، كيعرف لما تيبيع، تيعرف لما تيشري، الامور ديالو كان ماشيها مزيان، ما تخافيش عليه. المهم بقات هكاك الامور ديالو مزيانه، كيدخل الفلوس بدات كتجري في يديه، ما خاصو كما قلت لكم حتى شي خير. صافي فاطمه عاودات ولدات، بدات الامور هكاك كتمشي شويه بشويه حتى لواحد النهار علي بدا تيطمع، قال علاش لا ما نحلش واحد المعمل واحد اخر مع. هو كان كيدير داكشي ديال السواقي، كيبيع بالجمله، كيجيب بحال دابا دوك الكيطمات ديال الدراري الصغار، البيجامات، داكشي اللي كنشوفو كيتباع في السواقات هو اللي كان كيصايبو كيفرقوا على المغرب كامل. ولكن هذاك المعمل الصغير اللي كان حال تحت في الدار بحال شكل كراج ما كانش قادو، قال باغي نحل واحد المعمل كبير وانا اللي غادي نشد المارشيات ديال المغرب كامل. مشى شد كريديات من البنكه، دفع الشيكات بزاف وخدا كريديت واحد المبلغ كبير.
صافي حل داك المعمل ديالو. جاب عاوتاني كما العاده، جاب الماكن، مشى جاب التوابات، سافر ما خلى فين سافر، جاب التوابات، جاب هادي، بقى خدام. ولكن هاد المره هادي المشروع ما تمشاش ليه مزيان، بقى النهار كامل هو كيتقاتل غير باش يخلص هادي، يخلص هادي، يخلص الخدامه، يخلص الضرائب، يخلص شحال من حاجه. هذاك المعمل الصغير كان ممشي ليه اكثر من المعمل الكبير، لحقاش المعمل الكبير ولا فيه بزاف ديال الحوايج كيخلصهم، ماشي ما كانوش في داك المعمل الصغير. المهم شويه بشويه شويه بشويه حتى ولا عليه ما كيقدرش يخلص الشيكات اللي عليه، حتى جمعت عليه بزاف ديال الشيكات. ومن طبيعه الحال البنكه مشات دفعت شيكات للبوليس. علي جاو شدوه البوليس. نتايا عليك بزاف ديال الكريديات، عليك بزاف ديال الشيكات، يا اما تخلصهم ولا غادي نحبسوك. علي قال لهم عيطوا على مراتي. جات فاطمه قالت له ويلي هادشي اللي درتي، وكنا هانين واكلين الطرف ديال الخبز، وعندنا دويرتنا وعندنا وليداتنا وعندنا داك الخديمه راه كتصور منا طريف ديال الخبز، دابا شنو غادي نديرو؟ قال لها شوفي دابا بكا مور الميت خساره، لا ما بقى انت تعاتبيني وانا نعاتبك، دابا اللي عطا الله عطاه. قال لها دابا خاصنا نفكروا في شي حل. قالت له شنو هو هذا الحل اللي غادي نديروه؟ منين غنجيبوا هاد الفلوس هذه كامله؟ قال لها عندنا حل واحد، غادي تمشي تبيع الدار. قالت له كيفاش غادي نبيع الدار؟ قال لها هذا هو الحل اللي عندنا، تبيع الدار، تبيعي داك الذهب اللي عندك، كاع الفلوس اللي عندنا غادي تجيبيهم باش غادي نخلص هاد الشيكات هادو، ومن بعد فاش غادي نخرج انا راه عندي واحد الخطه واحده اخرى ان شاء الله، راه غادي نعوض لك كل شيء، والدار غادي تعوض وكل شيء غادي تعوض، المهم نخرج من هنايا. وطبعا فاطمه كاي امراه مغربيه، وحنا تبارك الله المغربيات معروف علينا اننا فاش رجالنا كيطيحوا في شي مشكله راه حنا الاولين اللي كنوقفوا معاهم، سواء بالقليل سواء بالكثير، داكشي اللي عندنا راه حنايا ما كنتاخروش عليهم. فاطمه مشات باعت الدار وخلصت عليه داك الكريديات وداك الشيكات اللي عليه. علي خرج من الحبس. فاطمه منين باعت الدار مشات للدار ديال علي كان باه مات من طبيعه الحال. اختو كانت زوجات، بقى غير خوه اللي عايش معاهم في داك الدار ومرات خوه. المهم عاشوا معاهم واحد الفتره. علي مشى كرا واحد الكراج واحد اخر. كما قلت لكم انا علي كان تبارك الله كابابل، واخا هكاك راه كان كيخدم مزيان وكيعرف فين يمشي وكيعرف فين يجي وكيعرف الكليان لما يبيع ولما يخيط. غير هو فاش دار داك المعمل الكبير تسرع بزاف وما كانش دارس الخطه مزيان. صافي كرا واحد الكراج دار فيه دوك الماكن، عاود رجع كيخدم. وهاد المره هادي بدا يخدم بالدوبل، بدا كيخدم بالليل وبالنهار باش يخرج ولادو من دارهم ويمشي يشري لهم واخا غير واحد البارطمه صغيره يعيشوا فيها. صافي بدا تيخدم بدا تيجمع شويه ديال الفلوس، بدات الامور عاوتاني كتيسر ليه. صافي كاين داكشي اللي كاين، مشى شرا عاوتاني واحد الدويره صغيره، شرا عاوتاني واحد الطوموبيل، عاوتاني فاطمه ولات ولدات الولد الثالث. صافي الامور ديالهم بدات كتحسن، عاوتاني باعوا داك الدويره، مشى عليه شرا واحد الفيلا صغيره، الامور ديالهم ولات مخيره، يعني تعوضات لهم اكثر من هذاك الشيء اللي كان عندهم. بطبيعه الحال هادشي كامل داز وفاطمه بدات كتكبر. ماشي بدات كتكبر، فاطمه كبرات ولادها كبروا، زوجات البنت ديالها، زوجات الولد ديالها من بعد ما تخرج ولا بوليسي. الولد الصغير مشى كيكمل القرايه ديالو في فرنسا. شكون اللي ولا عايش معاها؟ غير الولد البوليسي ومراته. ايوا مشاو حجوا فاطمه وعلي، ولات الحاجه فاطمه والحاج علي. ايوا تيحسب لكم الحياه كتبقى ورديه بحال هكا ومزيانه وفيها غير السعاده ما فيهاش المشاكل؟ راه ما يمكنش، ضروري كتدخل واحد السوسه اللي كتخسر كل شيء. دخلت السوسه المعمل ديال علي. مونيا كان في العمر ديالها 24 عام، قد الصغير في ولاد علي. امها كانت هي كتقيل خدامه في المعمل ديال الخياطه، مع احترامي للبنات اللي كيخدموا في المعامل اللي كيضربوا تماره الله يسهل عليهم ساكن كيجيبوها بعرق كتافهم. المهم هذيك مونيا كانت كتقيد تخدم في المعامل ديال الخياطه، ولكن ما كانتش مراه شريفه، بالعكس كانت واحد الانسانه خايبه وكلشي كيهضر عليها. ومن طبيعه الحال بنتها حتى هي كانت بحالها، بنتها كانت خفيفه كطير من المقله كطير مع الطيور، ولكن كانت زوينه وكتعرف تهضر وكتعرف تاكل الدماغ ديال بنادم. كانت كتشوف السي علي على الصباح كتجي عنده، صباح الخير السي علي، لاباس عليك؟ عرفتي والله العظيم راك منور، شتي انت ملي كتدخل لهذا المعمل هذا عاد كينور وكنفرح فاش كنشوفك. صباح الخير السي علي، كي داير؟ لاباس بخير. عرفتي انت تبارك الله راه فيك واحد الزين وفيك واحد الوقار، والصوت ديالك ملي كتهضر راه فيه واحد الهيبه. السلام السي علي،
كي داير لاباس عليك؟ مالك اليوم بنتي ليا صفر؟ ياك ما مريض؟ ياك ما خاصك شي حاجه؟ ياك ما ندير لك ماساج لظهرك؟ ياك ما ندير لك ماساج لراسك؟ قولي لا خاصك شي حاجه، انا ديرني كما بغيتي، ديرني بحال بنتك، ديرني اللي بغيتي، المهم انا راني معاك نعاونك فاش ما بغيتي. ومن طبيعه الحال السي علي كاي راجل ساهل دغيا قدرت تلعب عليه. راجل مراتو كبرات وهو كبر، ولكن خاصو شي وحده اللي باقا صغيره اللي تنور ليه حياته، وكانت هي مونيا ساهله موجوده. صافي بقات كتلعب ليه بدماغه، كتلعب ليه في دماغه حتى طاح في الفخ. دار معها علاقه السيد، ولا بعض المرات كيجي معطل الدار، ولا بعض المره كيخترق حجج وكيبات خارج الدار. تبدل بزاف، حتى اللباس ديالو بلا كيبدلو، كان كيلبس غير جلالب، كان كيلبس غير الفوقيات، ولا كيلبس لك الكوستيم، ولا كيلبس لك القميجه، ولا كيلبس لك السراول ديال الجين، ولا كيصبغ لك اللحيه. اويلي فاطمه لاحظات، قالت ليها ويلي واش انت تجبتي عاد بغيتي دير حجاب؟ واش انت هبلتي ولا حماقيتي ولا مالك؟ واش باغي تضحك علينا الناس؟ ورا انت حاج، واش شتك وليتي عاد وليتي كتلبس القوامج ملونين؟ شتك عاد وليتي كتنعس برا؟ طبيعه الحال فاطمه ما عمرها شكات فعلي، غير هي بقات كتقول لك ماشي مراهقه متاخره ولا شي حاجه جاتو، راه ما يمكنش. بقى كيقول لها شوفي ماشي سوقك، وانا صحابي كلهم كيلبسوا هكا، وانا وليت كنشوف راسي انا بحال شي واحد ما عرفت كيفاش داير، بقات ليا غير نهار ونموت، وانا باقي صغير وانا باقي شباب وانا باقي هادي. صافي ولات فيما كتهضر مع فاطمه كيدور فيها، فيما كتهضر معها كيدور فيها، ولكن ما عمرها شكات بلا راه كاينه شي وحده. ايوا حتى لواحد النهار، واحد المره كانت كدير الميناج في المعمل ديال علي، ومره كتجي عند فاطمه كتعاونها في الدار. واحد النهار وهي جات عندها، ايوا قالت لها فاطمه عاودي ليا كي داير الامور تما في المعمل، ما الله فيك شي شويه الحاج، امور مزيانه. قالت لها شوفي انا راه ما نكذبش عليك الحاجه، راه في الصراحه الله راه داكشي اللي كنشوف تما راه ما عجبنيش، راه غنقول لك واحد الحاجه ولكن وعديني تبقى بيناتنا، حيت راه لا الى السي علي تعرف راه غادي يجري عليا من الخدمه. قالت لها فاطمه شوفي سرك في بير، غير قولي لي شنو كاين خلعتيني. قالت ليها راه كاينه واحد البنت باقا غير برهوشه، راه هي دايره بالحاج، وهاد الايامات راه ما بقيتش كنشوفها، وشي ناس كيقولوا في الخدمه بلي راه هو يمكن راه مجلسها وراه كيصرف عليها هي وامها. فتعصبت وهي تعيط عليه في التليفون، اجي دابا بغيت نهضر معاك. مشى عليك يطير، مالك شنو كاين؟ علاش معيطه عليا؟ اجي. قالت له وصلتني شي خبار قالوا لي بلا كاينه شي وحده كتهضر معاها في الخدمه. بقى كيشوف فيها علي ما نكر، ما بدا كيدخل ويخرج في الهضره، ما حتى شي حاجه. قال لها كاينه هاد الهضره هادي؟ قالت له اولي وكتقولها لي انا شرف وجهي، واش حماقيتي؟ واش عباد الله انت حتى درتي الحفايد عاد وليتي باغي دير، عاد وليتي باغي تضحك علينا الناس؟ عيط عليها دابا وجري عليها، عيط عليها دابا وقول لها شوفي انا راني غلطت معاك وسمحي لي عافاكي وبلوكيها دابا قدامي. قال لها شوفي نقول لك واحد الحاجه، انا ما نقدرش ندير هادشي كامل لحقاش حتى هي راه مراتي. ويلي على مراتي. فاطمه بقات كتندب وتغوت. قال لها شوفي انا اصلا كنت باغي نفتحك في هذا الموضوع هذا، انا واحد الراجل باقي عندي بزاف ديال المتطلبات ديالي، وانت مرا كبيره ما بقيتيش كتقدري توفي ليا، ومن حقي نتزوج ونزيدك حاجه اخرى من الاخر، راني غادي نجيبها تعيش معنا هنايا، حقاش هي شرطات عليا باش تجي تعيش معنا هنايا، وهي راه ما عندها حتى شي مشكل معاك، راه بنيه باقا صغيره وديريها بحال بنتك، وهي منها غادي تعاونك ومنها غادي تونسك. فاطمه قالت لي واش نتايا كتهضر من نيتك ولا صافي فاطمه بقات كتغوت. جمعت حوايجها مشات عند بنتها، جلست مع بنتها واحد الشهر، ما عجباش الحال مع النسيب، رجعت لدارها. صافي بقات كتقول اش غندير؟ الاولاد كيهضروا معها بان على الشيطان، ابا هادشي اللي كدير فيه راه ماشي هو هذاك، ابا راه امي مسكينه شوف شحال صبرات معاك في الاخر باغي تزوج عليها. عيا والو قال لهم هذيك البنت منها نخلق ومن حقي نتزوج، وانا ما غاديش نمشي نفسد في الزنقه، وما غنمشيش ندير الغلط، وامكم مريضه، وامكم ما كتديهاش فيا، وامكم ما كتقدش على داكشي اللي انا باغي، وانا واحد راجل باغي نعيش الحياه. صافي فاطمه شافت حتى عيات وهي تقبل الامر الواقع، وهي تجي مونيا دخلت للدار. من طبيعه الحال مرات ولد فاطمه ما قدرش تصبر على داكشي، قالت لراجلها عافاك الا ما يلا حتى حنايا نمشيو نديرو دويرتنا، في الاول راه كنا ساكنين مع امك ومونسينها، دابا راه انا ما نقدرش على المشاكل، والنيت اصلا ولدها كان عنده شي خدمه خارج هذيك المدينه، صافي دار انتقال ومشى لمدينه واحده اخرى. فاطمه ولات عايشه غير هي وضرتها وراجلها.
هذاك الضره منين دخلت نبلو لاباس يديها فاطمه، وانا والله العظيم ما داخله بشي نيه خايبه، انا والله العظيم الا كيعاودوا لي عليك وانت يا عزيزه عليا، انا راه الكتاب وانا راه بغيتو، ماشي زعما راني طامعه فيه ولا شي حاجه، راه غير بغيتو وهذا الشيء المكتب، وخلينا انا وياك بحال الخواتات، ولا ما انا ما نحسبكش كاع ضرتينا، نحسبك بحال امي. فاطمه ما هضرت معاها ما تكلمات، كتشوف فيها غير من التحت وطلعها من الفوق. دخلت الشوان ديالها دارتهم في البيت ديالها، هو يتبع علي. المهم علي ولا عايش غير في داك البيت، كيجي من الخدمه كيجلس مع فاطمه شويه ويمشي لداك البيت عند العروسه جديده، يجلس مع فاطمه شويه ويمشي عند العروسه جديده. العروسه ما كتفيق حتى 12، فاطمه موالفه كتنوض مع 7 الصباح. كينوض علي كيلقى فاطمه موجده ليه الفطور، كيجي عاوتاني يتغدى كيلقى فاطمه موجده ليه الغدا. فاطمه اللي كتجمع الدار، فاطمه اللي كدير داكشي كله، والاخرى غير ناعسه. واحد شويه والاخرى ولات باغا تحكم فاطمه، كتفيق الصباح. اش من الصباح راه كتفيق حتى 12 كما قلت لكم. مالك اختي ما مصايباش الفطور، فماشي درتي الفطور، اجي ماشي درتي الفطور للسي علي، علاش ما خليتيش ليا انا الفطور؟ كتقول لها فاطمه شوفي راه الكوزينه حداك، سيري ديري الفطور اللي بغيتي. ايوا درتي حتى انت شحال فيك ديال السم، درتي داك الساعه خلي ليا معاك. ولات كتقول ليها بصراحه انا هاد الكوزينه ما بقاتش عجباني، خاصني نبدلها، خاصني نبدل داك البلاكار، وخاصني نبدل داك الصالون ما بقاش عجبني، شتي هاد الطواليط هذا وهاد الدوش غادي نريبهم وغادي ندير. وداكشي اللي ولات كدير ماشي غير كتهضر. والسي علي داير كي بحال شي لعبه في يديها اللي قال لها كديرو. فاطمه بدات صابره 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 صابره، تتقول ما عندي ما ندير بالمشاكل، ما عندي ما ندير بالمشاكل. ايوا حتى لواحد النهار فين غتوقع الكارثه. جات مونيا لعند فاطمه، بقات كضرب معها في الكوزينه، لا انا هادي، لا علاش انتي قلتي هادي، لا انتي ما قلتيش هادي. واحد شويه وهي تجي مونيا وهي تضرب فاطمه، طاطها بتصرفيقها. فاطمه من طبيعه الحال واخا كانت كبيره ولكن كانت صحيحه، منين ضرباتها بالتصرفيقه مونيا، وفاطمه كانت شاده في قلبها مزيان، شحال هادي وهي شاده في قلبها. منين ضرباتها مونيا فاطمه ما تعطيها غير الراس، عطاتها للراس، هزات واحد الجنويه خشاتها ليها في كرشها، البنت ماتت في البلاصه، ماتت بقاو الدمايات ديالها كيشرولو. فاش ماتت البنت وتاكدت فاطمه بلي راه البنت ماتت، عاد بقات كتقول ويلي شنو غادي ندير، ويلي هاد الكارثه اللي درت، بقات كتبكي وقالت شنو غادي ندير. وهي طاح عليها واحد الفكره، ناضت قرضت داك الجثه كلها، قرضاتها طرف دارتها في الميكات، جمعت داك الروينه، سيقت داك الدم جافيل، دارت ثاني كروا، هزات دوك الميكات دارتهم في الفريغو. داك الفريغوات الكبار اللي تيكونوا عندنا في الديور ديال والدينا كاملين كيجمعوا فيهم حاحه وملاحه. انا فاش كنمشي لدار امي كنلقى عندها داك الفريغو عامر، ها الحوت ديال ما عرفتش شحال الشهر اللي فات، ها الدجاج ديال ما عرفت شنو هو، ها المسمن. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، دارتها في الفريغو. جا السي علي بالليل ما كاين والو، ما كاينش الحس، ما كاينش. كيسول على مراتو مونيا ما كاينش الحس. مشى عند فاطمه قال لها ما بانش لك مونيا؟ قالت له ما بانش ليا، راه انا تحسب لي راه مشات لدارهم، راه مني فقت الصباح راني ما لقيتهاش. قال لها راه ما كايناش، راني كنعيط عليها في التليفون، راني من الصباح وانا كنعيط عليها في التليفون، راني كنت مسافر، راه عاد جيت كنعيط عليها في التليفون ما كتجاوبش. عيط على امها قالت له راه تاينا راه كيحسب لي راه مسافره معاك ولا تليفونها خاسر ولا شي حاجه، راه حتى انا ما تتجاوبنيش، راني النهار كامل وانا ما تتجاوبنيش. صافي بقاو كيتسناوها، كيقلبوا عند صحاباتها، هذا والو ما كاينش الحس ديالها. لا غد ليه الصباح هما يمشيو عند البوليس، المراه ديالي راه اختفات. كيفاش المواصفات وكيفاش اخر حاجه؟ عيطوا على فاطمه قالوا لها فوقاش اخر مره شفتيها؟ قالت له انا شفتها اخر مره البارح بالليل، في الصباح راني فقت كما العاده وجدت راجلي الفطور، انا راه ما تنشوفهاش، لحقاش راه كتفيق معطله تنشوفها حتى الظهر ولا هذا، داك النهار راني ما شفتهاش. وكتهضر فاطمه وهي مثبته. صافي داروا البوليس داروا التحريات ديالهم وهذه ما كاين حتى شي اثر. صافي بقات القضيه هكا شي يومين، والام ديال مونيا رجعت عند البوليس قالت لهم انا راني شاكه في فاطمه هي اللي غتكون دارت لبنتي شي حاجه، حيت بنتي ما يمكنش تهرب مع شي واحد ولا دير شي حاجه، بنتي كان عاجبها الحال تما في هذاك الدار، وبنتي ما يمكنش تخرج بلا ما تقولها ليا، وما يمكنش تخرج بلا تليفونها، راه هادشي اللي كتقولوا مستحيل. سيروا حققوا مع فاطمه وعافاكم عاودوا سولوها ولا سيروا قلبوا الدار ولا ديروا اي حاجه، راه انا متاكده فاطمه هي اللي دارت شي حاجه لبنتي، حيت راني مشيت لبيتها راه لقيت حوايجها كلهم كاينين ولقيت دابها مازال، وديروا هاد البنت هذه كاع هربات مع شي واحد، ما يمكنش ما غتاخذش الذهب ديالها. البوليس ملي قالت لهم مايت مونيا داك الهضره وهي طاح عليهم واحد الفكره، هما يعيطوا على فاطمه، عاودوا سولوها
فوقاش اخر مره شفتي مونيا؟ وهي تقول لهم في الصراحه انا راه كيما قلت لكم انا راه شفتها غير بالليل، راه ما شفتهاش المهم بقات كتدخل شويه وتخرج في الهضره. هي راه قالت لهم نفس الهضره، ولكن لاحظوا بانها المره الثانيه ما كانتش كتهضر وهي عارفه راسها شنو كتقول، كانت شويه متردده. هما يقولوا لها حنا راه جانا قرار من وكيل الملك وغدا راه غادي نجيو نفتشوا الدار. البوليس من طبيعه الحال ماشي علموا فاطمه باش يعلموها، لا علموها باش يشوفوا شنو ردة الفعل ديالها. وفاطمه غادي توقع في الغلط. فاش قالوا ليها راه غادي نجيو نفتشوا الدار، مشات ديك الساعه خلات راجلها حتى ناس ودارت تقريبا داك الجوج ديال الليل، جبدات دوك الميكات دارتهم في واحد الصاك كبير ولبسات واحد النقاب وخرجات الظلام، وقفت واحد الطاكسي ركبت معاه وبقات غاده. وبطبيعه الحال البوليس تابعينها، هي غاده والبوليس تابعينها، هي غاده والبوليس تابعينها. مشات تقريبا شي نص ساعه حتى وصلت لواحد الفيلا، دخلت مول الطاكسي واحد الدرب وهي تقول ليه تسنى عليها انا جايه. مشات لواحد البركاسه، يلاه جبدت داك الصاك بغات ترميه في داك البركاسه وهما يوقفوا عليها البوليس. السلام عليكم. فاطمه شافت البوليس صافي وهي طيح، بقات كتغوت وكتبكي. انا راني ما كنتش قاصده وانا ما كنت. قالوا لها شوفي دابا هاد الهضره هادي ما عندنا ما نديرو بها، تمشي للكوميساريه وراه عندك الوقت فاش تبكي وعندك الوقت فاش تشرحي. المهم فاطمه حكمت على فاطمه ب 30 عام ديال الحبس. وفاطمه مرا كبيره واخا ولدها خدام في البوليس، ايام يحاول انه ينقص ليها شي حاجه بحكم انها مرا كبيره، ولكن الجثه لقاوها مشوهه بزاف، اليدين ديالها محروقين، الوجه ديالها كانت محيده له العينين هي كانت ناويه انها ترمي هذاك الجثه في داك البركاسه وصافي ترجع لدارها باش البوليس حتى ولا لقاو داك الجثه ما غيعرفوها ديال من. تخيلوا حتى البصمات كانت حرقاهم. شوفوا علاش قدات فاطمه الدرويشه، ولكن حتى ضغطات بزاف. داكشي باش قلت لكم الضغط راه كيولد انفجار. المهم فاطمه مورا 4 سنين دوزتها في الحبس ماتت فاطمه الله يرحمها، ما قدرتش تحمل هذاك الضغط اللي كان عليها تما في الحبس وداك المشاكل كلها، ما قدرتش تحملها ومشات عند سيدي ربي. السي علي بقى عايش حياته كامله هو ندمان على داكشي اللي دار، ندمان حيتاش دار داكشي لفاطمه وهي ما دارت معاه غير خير، ندمان حيتاش داك البنت الصغيره حتى هي زرفها معاه، حتى هو ما طورش في الدنيا. ومورا فاطمه غير بشي 3 سنين ولا 4 سنين حتى هو مول الامانه دا امانته. وفي الاخر ديال حياته ولادو ما بقاوش كاع كيبغيو يمشيو يشوفوه، لحقاش هو اللي دمر لهم حياتهم، وبسببه امهم وقعت لها داك الكارثه، وبسببه امهم وقفت معاه حتى عيات، وفي الاخر دوزت حياتها في الحبس وماتت. نقول لكم اخوتي ونعاود نقول لكم ضبطوا اعصابكم في لحظه غضب. راه اغلب الكوارث كتوقع فاش الانسان كيفقد، راه فاش الانسان ما كيبقاش يشوف كتولي عينيه ظلمه. وكنا كتجينا داك اللحظات فاش كنتعصبوا، ولكن الحمد لله كنقدروا نضبطوا اعصابنا. ولكن كاين اللي ما كيقدرش يضبط اعصابه، وبعض المرات الضغط كيولد انفجار. ما تضغطيش على راسك اختي، ما عمرك تضغطي على راسك. الا عندك شي مشكل ولا شي حاجه هضري، الا عندك شي مشكل مع راجلك ولا شي حاجه ما تجلسيش معاه، ما تحمليش، وربي راه غادي يعاونك وغادي توقفي على رجليك. غادي نقول لكم القصه ديالنا هنا سالات. وإلا عجبتكم القصه عافاكم ما تنساوش ديروا لي اشتراك وشي جيم وشي تعليق زوين، وقولوا لي كيفاش جاتكم القصه، وقولوا لي كيفاش جاكم العرض ديالي، كيفاش جاكم، كيفاش كنعاود القصه، كيفاش جيتكم انا بصفه عامه. كتبوا لي بصراحه سواء تعليق ايجابي ولا سلبي، المهم بغيت نعرف الراي ديالكم. وكنقول لكم بسلام عليكم.